الارهابيين تاع البوليساريو يخي قصفوا كي كان واحد التجمع في المحبس. الامريكان، الولايات المتحده الامريكيه، وزيد هذاك الوقت كانت الاداره تاع بايدن. ارواح دركا شرك فمك تراش. المناورات تاع الاسد الافريقي راهي كل سنه كل عام، مناورات مغربيه امريكيه ما شفتوهاش، عميتوا عليها. معليش غادي نقولوا الولايات المتحده الامريكيه لعبوها ما شفناش ونغفلوا نعاودوا نرجعوا للبيان من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى شرق 2025 الذي يحمل الكثير من الدلالات حسب ما ورد في البيان. وأوضح الأمين العام Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. تسمية تاع المناورات يقول لنا بيان وزارة الخارجية الجزائرية الشرقي 2025، وهذا الاسم يحمل العديد من الدلالات. وش هي الدلالات؟ ما يقولوا لناش. تحت شعار هذه مقصودة. اقسم بالله النظام الجزائري في بيان من وزارة الخارجية قال لنا هذه مقصودة. تسمية تاع المناورات الفرنسية المغربية بشرقي 2025 مقصودة. نعاودوا نسمعوا البيان مع بعضنا، ركزوا وحده وحده ماشي مشكل. بالك انا راني نكذب لمحدثيه بأن الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي الجزائر، مضيفا بأن تصرفا مثل هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع تنبر المقبل بالراشدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى شرق 2025 الذي يحمل الكثير من الدلالات حسب ما ورد في البيان. الذي يحمل الكثير من الدلالات. شرقي 2025 شرقي 2025. درك واحد مرة أخرى من على باليش أنا من ترينيداد وتوباغو كي يجي باش نشرح له القضية، قبل ما نشرحها له يسمع القضية هذه يقول لك شرقي 2025 اسم المناورات بين فرنسا والمغرب. ما هي الدلالات اللي يتكلم عليها بيان وزارة الخارجية؟ ما قالوا لناش. من بعد هذا اللي من ترينيداد وتوباغو يروح يسقسي الدولة اللي هاك، يروح المواطن أي مواطن مغربي في الراشدية. الراشدية راكم في العالمية مع النظام الجزائري. انا شوقي بن زهره خريب قد دخلها للعالميه، والنظام الجزائري الراشديه. يعني قلت لك السكان تاع الراشديه ساعات ينساو باللي راهم ساكنين في الراشديه هذه. النظام الجزائري قال لك لا، قال لك نخرجوهم من نخرجوهم من الظل الى الانوار. دركا وكالة الانباء العالميه تولي تحكي على الراشديه يا جدك. دونك هذا اللي من ترينيداد وتوباغو يسأل أي مواطن مغربي يقول له واش معناتها هذه شرقي. شرقي المواطن هذا اللي من الدولة اللي هاك اللي راهم أكيد الصهاينة مأثرين عليه بحكم التطبيع، يقول له بأنه هذه رياح. الاسم هذا سمي على رياح. والقراءة تاعي في التسمية دون أنه تكون عندي أي معلومات حول الموضوع، لأنه أصلا التسمية ما عندها حتى كيما مناورات الأسد الإفريقي. الأسد الإفريقي لأنه المغرب عندهم الشعار كيما احنا نقولوا الفنك، هما يقولوا أسود الأطلس وغير ذلك. دونك الأسد الإفريقي خلصت الحكاية. الشرقي لأنه كاين رياح تأتي من الصحراء تطلع للمغرب في إشارة إلى الجماعات الإرهابية اللي قدرت تحب تطلع للمغرب، وبحكم أنه المغرب يقدم نفسه كبلد مكافح للإرهاب وكأنه كحصن ضد الإرهاب اللي ممكن يروح لأوروبا، دونك سموا المناورات بهذا الاسم بحكم العلاقات الفرنسية المغربية. كي تكون إنسان في عقلك هذه هي القصة وتفوت. من بعد تحب تروح تركز
في المناورات هذه الدلالات تاعها، الأسلحة التي سيتم استعمالها، تقدر نرجعوا نناقشوا الشراكة الفرنسية المغربية تاريخيا في إطار صفقة الأسلحة، وهذا منذ استقلال المغرب. هذه أمور عادي تقدر تناقشها. النظام الجزائري نحكيو على هذه الأمور؟ لا، أنا توسوست. قالوا لهم توسوسنا باسكو راهم يطالبوا السفير فرنسا بتوضيحات. قالوا له وضح لنا علاش سميتوها الشرقي 2025. ما اتهموش، قالوا برك تحملوا دلالات ونطلب توضيحات. توسوسنا. علاش الشرقي بالذات؟ علاش ماشي غربي 2025؟ علاش؟ وهذاك الوقت جينا على الغربي، الصحراء الغربيه جينا مليحه. علاش ما سميتوهاش طنطان 2025؟ علاش شرقي 2025 بالذات؟ توسوسنا لكم. هذه مؤامره، هذه مقصوده، فيها تبين تاع وزاره خارجيه. في تاريخ البشريه ما صراتش هذه حرف. انا دائما على كل حال كي نقول في تاريخ البشريه ما صراتش مع النظام الجزائري، على العموم راهي حرفيا. اعطيوني بلاد في التاريخ اصدرت بيان تطالب فيه توضيحات على تسميه. لا يوجد، ولا يمكن ان يوجد انه بلد تزعجه تسميه. كاين دونالد ترامب قال لهم هذا جولف اوف مكسيكو نسميه جولف اوف امريكا، بصح هذه قضيه داخليه امريكيه، بصح ماشي مناورات شرقي 2025 رجعت مؤامره. في اشاره بطبيعه الحال هنا باش الناس تفهم، الاشاره هي الى الصحراء الشرقيه، بحكم انه المناورات في الرشيديه اللي هي على الحدود الجزائريه، النظام الجزائري اعتبر بأن التسمية تاع الشرقي 2025 مقصودة في إشارة إلى قضية الصحراء الشرقية. مسألة الصحراء الشرقية هي مسألة مطروحة منذ 1962 من طرف الوطنيين المغاربة، بداية من حزب الاستقلال، أنهم يطالبون بأراضي يعتبرونها تاريخيا أراضي مغربية اقتطعها الاستعمار الفرنسي، يعني لصالحه في وقت المستعمرات. ثم لما جاءت الجمهورية الجزائرية سنة 1962 هذه الأراضي صارت جزائرية، وهم يعتبرون بأنه هذا دون وجه حق، مثل ما في فترات كانت تونس طالبت بأراضي اعتبرتها بأنه تم اقتطاعها من طرف الاستعمار الفرنسي، مثل ما ليبيا في فترات اعتبرت بأن الاستعمار الفرنسي اقتطع أراضي من ليبيا وضمها إلى الجزائر الفرنسية، ثم بقات تابعة للجزائر فيما بعد الجمهورية الجزائرية. لكن العلاقة مع المناورات، العلاقة أصلا مع التسمية تاع الشرقي ما عندهاش علاقة. معناتها النظام الجزائري فتح موضوع لم يكن مفتوحا في الأصل. واحد ما تكلم على لا صحراء شرقية لا غربية لا سماوية لا أرضية لا تحت أرضية، واحد ما هضر. المغرب فرنسا يديروا مناورات في إطار شراكتهم العسكرية التاريخية، إذا ربي يسهل على كل واحد. روح انت جيب دير مناورات مع من حبيت. أصلا حنا الجزائر المناورات منذ خصوصا في فترة بوتفليقة وحتى في السنوات الأخيرة دائما ما تكون في الحدود الغربية مع المغرب، دائما ما كانت على الحدود